السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة مهمة جدا نسمعها للآخر. ذهبت امرأة إلى نبي الله موسى وقالت له: يا نبي الله، لقد أذنبت وأريد أن أتوب. فقال لها: ماذا فعلت؟ قالت: لقد زنيت وقتلت ابني من الزنا. فقال لها: اذهبي يا فاجرة. فلما ذهبت عادت في اليوم الثاني وقالت له: أريد أن أتوب. فقال لها: اذهبي يا فاجرة. فنزل عليه الوحي وقال له: لما رددت التائبة؟ فقال: لقد زنت وقتلت. فقال له: أتدري ما أشر من الزنا ومن القتل؟ قال: ماذا؟ قال: تارك الصلاة. تارك الصلاة في وجهه ظلمة، وفي قلبه ظلمة، وفي بيته ظلمة، ولا بركة له في جسده، ولا في ماله، ولا في أولاده، ولا في بيته. تارك الصلاة أشر عند الله من القاتل، ومن الزاني، ومن الكذاب، ومن النمام، ومن المغتاب، ومن قاطع صلة الرحم. تارك الصلاة أشر ومعصية كبيرة تعتبر من الكبائر ولا يغفرها الله. يلي ما بتصليش أديك عرفت ذنب تارك الصلاة. صلي على الحبيب والشفيع المصطفى صلى الله عليه وسلم.